بكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الخناقة اللي بين السعودية والامارات في اليمن مش خبر عابر ولا سوء تفاهم دبلوماسي. دي خناقة مصالح ونفوذ ومستقبل بلد كاملة اسمها اليمن. القصة من الأول إيه؟ من سنين السعودية والإمارات نزلوا اليمن تحت عنوان واحد: إعادة الشرعية ومواجهة الحوثيين. لكن مع الوقت كل طرف بقى له مشروع وله رجالة وله خريطته الخاصة. الإمارات ركزت على الجنوب، دعمت المجلس الانتقالي الجنوبي، سلحته ونظمته وخلاته قوة أمر واقع. السعودية شافت ده خطر مباشر لها، لأن أي كيان جنوبي مسلح وقوي يعني حدود ملتهبة ويعني تقسيم فعلي لليمن. السعودية اتهمت الإمارات إنها بتضغط على المجلس الانتقالي علشان ينفذ تحركات عسكرية قريبة من حدود المملكة، خصوصا في حضرموت، وده خط أحمر بالنسبة للرياض. والإمارات طبعا نفت وقالت احنا بنحتوي الموقف وبندعم التهدئة، لكن الكلام غير اللي على الأرض. التصعيد الخلاف ما وقفش عند البيانات السعودية. السعودية شنت غارات على ميناء الملكة وقالت إن في شحنة أسلحة جاية من الإمارات. يعني باختصار الحلفاء بقوا بيتخانقوا بالسلاح مش بالكلام. السؤال الكبير اللي لازم يتسأل: طيب مصير اليمن إيه؟ هل رايحة للتقسيم فعلا، شمال مع الحوثيين وجنوب مع المجلس الانتقالي؟ وهل في احتواء للموقف؟ في الحقيقة طول ما كل دولة بتلعب لوحدها اليمن هيفضل ساحة مش دولة. طيب ومصر، هل ممكن مصر تتدخل على الخط؟ مصر تاريخيا ما بتحبش تقسيم الدول ولا الفوضى عند باب البحر الأحمر، لكن تدخلها لو حصل هيكون سياسي ودبلوماسي مش عسكري، علشان توازن مش علشان تشعل النار. من المستفاد في الموضوع ده كله؟ ولا السعودية ولا الإمارات ولا اليمن. المستفاد الحقيقي هو الفوضى وتجار السلاح والقوة الدولية اللي بتحب تشوف المنطقة متقسمة ومتخانقة ومتقطعة 30 حتة. اليمن مش محتاج رعاة جدد ولا ميليشيات جديدة، اليمن محتاج دولة. والسؤال الحقيقي: هل حد في الإقليم لسه عايز اليمن دولة، ولا الكل مستفيد إنها تفضل ساحة للفوضى؟ دي كانت وجهة نظري، وانت رأيك ايه؟